السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبخير ومهنيين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جيتكم بوصفة الكروكي الجزائري بالشوكولا. يجي بزاف خفيف وطري وهشيش بمكوناته بسيطة، يعني تخرج لكم كمية لاباس بها أكثر من الله يبارك أكثر من 30 حبة بالمقادير اللي راح نعطيكم. وشوفوا كيفاش كتعودوا تقصوا فيه، يعني ما يتكسر ما يتفتف ما يروح ما يجي. رايحة يعني نزيد له واحد المكون اللي رايح يزيد له بنه على بنه ويخليه يجي هشيش ويذوب في الفم. جربوه للعيد الكبير ان شاء الله. اقتصادي يعمر العين. شوفوا زي ما كنقصوا زي ماش يجي، ما يجيش معجن، يجي خفيف ريشه ويتفتف ما شاء الله. نروح نشوفوا مع بعضنا المقادير. نحتاج لهنا الاربع بيضات، كاس سكر، الكاس اللي يرفد 220 مليلتر. نحتاج كاس زيت. المكون السري اللي قلت لكم عليه اللي هو الفلون تاع الشوكولا. نحتاج ملعقتين نشا، تقدروا تعوضوهم بحليب بودره. نحتاج ملعقتين كاكاو. دو باكي تاع الخميره الكيميائيه، يعني كل بيضتين، هذه قاعده. نحط لها باكي من الخميره. عندنا ملعقه كبيره من الفانيليا وفارينه اللي باش نجمعوا الخليط تاعنا. لهنا في الريسيبيون تاعي حطيت البيض تاعي يكون بدرجة حرارة الغرفة. رايحة نضيف عليه كلش يعني مع بعض. لهنا انا حنستعمل غير الفوي، يعني ما نحتاجش الباتور، تحبوا تستعملوه يعني عادي. المهم يعني الوصفة تاعنا بلا ما تحتاج الباتور طريقة وانتم وجدتوها. رايحة نحط كاس سكر. ونحركه مليح مليح مع بعضه حتى نحس باللي السكر تاعي بدا يذوب ويطلق روحه مع البيض، باش نضيف باقي المكونات. بعد ما خلطته مليح مليح رايحه ندير له، ما تنساوش لهنا البنات قرصه تاع الملح، لانها هي اللي تعمل لنا الفرق هذاك، اللي تعطينا التوازن في الحلوى تاعنا. فوالا نخلط الخليط تاعي مليح مليح، ومن بعد نضيف باقي المكونات. اول حاجه اللي حين نضيفوها يعني الكروكي كيما على بالكم، نحطوا ل... هنا حنحط اولا الفانيليا تاعي. ديروا الفانيل اللي تحبوا، انا درت نقطات من الفانيل ليكيد ولا مغرفه من الفانيليا اللي تكون باودر. ونضيف الكاس تاع الزيت تاعي، نزيد نضيف عليه باقي المكونات كما قلت لكم كل شيء مع بعض، يعني ما عندناش مراحل كثيره في هاد الوصفه هذه. هنا الفلون تاعي اللي قلت لكم ملعقتين من الفلون يكون بذوق الشوكولا. عندي الكاكاو لهنا البنات من الاحسن يكون نوعيه مليحه، ملعقتين تاني، وملعقتين من النشا. لهنا النشا تقدروا ديروه، هي الوصفه الاصليه تجي بالحليب غبره، يعني حليب باودر. تقدروا ديروه يعني كيعود كاين في واجد، سينو ديروا نشا كيما درت انايا. هي تاني عندها دور مليح، هي اللي تعطينا هذيك الهشاشه ويجي الكروكي تاعنا يتفتف. نخلط كل شيء مليح مليح مع بعضه بهذه الطريقه. شوفوا دقيقه يعني ما طولتش معايا. شوفوا لي هذاك اللون تاعها يهبل، وواحد الريحه طالعه روعه روعه من الكاكاو. ريحه الكاكاو والفلون بنات هايله. لهنا حنضيف تنين باكي من الخميره الكيميائيه، ونخلط كل شيء مع بعضه. ومن بعد نضيف الفارينه تاعي. انا هنايا الفارينه البنات رايحه نقيس لكم بالكاس، يعني ونقول لكم يعني قداش تحتاج هذه الكميه من الفارينه. كما راكم تشوفوا نفس الكاس اللي خدمت به لهنا دخلت لي 3 كيسان، يعني بالتحديد في هذه الكميه هذه. ما نحتاجش كتر البنات، علاش؟ لان ما نحبوش يعني نشفوا العجين تاعنا مليح. علاش؟ باسكو فيه الكاكاو كما تعرفوا ينشف لنا الحلوى. دونك نخليوها شويه طلقه روحها، يعني العجينه تاع الكروكي تجي هكا، ما تجيش يابسه، تكون طلقه روحها شويه، باش كي يطيب لنا ما يجيناش يابس ويجينا طري وهشيش. فوالا انا هنا الخليط تاعي جمعته بيدي. رايحه نقسم هذا الخليط، شوفوا زي ما لازم يجي طري. راح نقسم الخليط هذا على 3. البنات الكميه هذه اللي درتها انا قسمتها على 3، عطاتني حبات كبار راكم شفتوهم في بدايه الفيديو. تقدروا تقسموهم على 4 وديروا يعني كروكي صغير، حبات صغيرين، لكم الاختيار. انا هنا قسمتها على 3، عطاتني حبات لاباس بهم، يعني الحجم تاعهم مليح. فوالا لهنا في البلاطو تاعي حطيت بابي
اليمونتير، وحطيت يعني نسويو هذاك البودان تاعنا نتاع الكروكي. ماذا بكم ديروا ديما يدكم في الزيت وخدموا باش تجيكم سهله وما تلصقلكمش العجين في يدكم. فوالا بهذه الطريقه راح نسوي لي بودان تاعي مليح مليح. نكمل يعني لي بودان تاعي في 3 وندخلهم الفرن يكون سخون من قبل، يعني على 180 درجه. فوالا هكذا حتى يطيبوا. البنات حبيتوا لهنا الكروكي تاعكم يكون يعني يقرمش ويابس، خليوه يزيد مده يعني يطول شويه في الفرن. سينو كيما هذا شوفوا زي ما خرج لي طيب سوا سوا كيما من تحت كيما من فوق. التشققات هذوك البنات عادي يعني يتشقق معنا الكروكي عادي. رايحين هذوك التشققات نكوفريوهم بالشوكولا. لهنا البنات نحيت هذوك يعني الحراف كيما راكم تشوفوا، راح نخليهم للتزيين. التزيين يقعد يعني ليكم كيما تحبوا. انا فضلت ندير يعني منه فيه بعدا يعني بالفتات تاع الكاطو. بعد عندي هنايا الشوكولا اللي حنغطي بها نكوفري بها الكروكي تاعي. نحتاج 200 غرام من الشوكولا. خلطت انا درت شوكولا سوداء يعني درت 150 غرام شوكولا بالحليب و50 غرام شوكولا سوداء باش تحصلت على هذا اللون. تحبوا ديروا الطول بالشوكولا سوداء ولا بالشوكولا حليب كيما تحبوا. رايحه نطلي هاد يعني السطح تاع الكروكي تاعي كامل. شتو دوك التشققات البنات كي تحطوا الشوكولا هادي سيو تدخلوها لداخل، على بالكم كي تجمد من بعد وتاكلوا الكروكي تلقاو حتى من داخل فيه شويه من الشوكولا يجيكم بنين. انا ها هو الحراف تاع الكاطو تاعي تاع الكروكي راني قاعده نتفتف فيهم عادي يعني بيدي برك هكذا جوست للتزيين فقط. تقدروا نتوما تزينوها كيما تحبوا بالكاوكاو بالشوكولا، يعني نفسها خطوط بالشوكولا. تقدروا تخليوه بلا تزيين، المهم التزيين يقعد لكم. فوالا رايحه نكمل انا لي بودان تاعي هادو تاع الكروكي. ومن بعد ما يبرد البنات ما تقصوهش وهو سخون، يعني ماذا بكم تخليوه حتى يبرد باه ديروا الشوكولا تاعكم، ومن بعد تخليو الشوكولا تاعكم حتى تبرد باش تقصوه. شوفوا لهنا راني نقص فيه معاكم. كما قلت لكم جاوني حبات كبار ملاح الله يبارك. ونقص فيه بكل سهوله، ما راح يتكسر معاكم ما يتفتف ما والو، يعني راح يقعد محافظ على الشكل تاعو. شوفوا من داخل كيما طاب. جا طايب كامل كيما بعضاه، ما جاش معجن. جا يعني خفيف خفيف. شوفوا زي ما حتى من هذوك الثقابي اللي قاعدين يبانوا، هذا دليل على انه جا خفيف مهوي وطري. هذا هو الكروكي تاعنا بعد ما وجد كيما راكم تشوفوا فيه. لهنا الكميه البنات كيما قلت لكم قطعت لي اكثر من 30 حبه يعني بلا الحراف تاعو. لهنا بعد ما قسمت لكم راح نعطي لكم يعني تشوفوا كيفاش راهو مقرمش وطري. ها هو يدوب في الفم والبنه ما نحكي لكمش، واقتصادي ويصلح للعيد. نخليكم على خير، مع السلامه.